بين عبد الله مشرف الامن في احدى المولات الشهيره وبين امام عاشور لاعب الاهلي، والحمد لله وصلنا الى مرحله ان احنا حصلنا على حكم 6 شهور ضد لاعب الاهلي، ولكن الحمد لله بعد كده ارتضى عبد الله بالصلح وتصالح مع امام عاشور وتصالحنا جميعا ونزلنا الصور بتاعت الصلح اللي كلكم شفتوها. والنهارده كان اخر اجراء في الصلح ده اجراء شكلي، يعني اجراء قانوني، لابد ان ناتي امام المحكمه ونقر بهذا الصلح. المحكمه مالهاش علاقه بالصور اللي نزلت وبين الصلح اللي تم بيننا، ده شكل ودي او عرف ما بيننا او زي العادات والتقاليد ما بتقول، ولكن كان لازم يجي النهارده قدام المحكمه، وكان لازم امام يمثل بنفسه امام المحكمه، ولازم امام يفضل موجود لحد اخر الجلسه علشان يسمع القرار، وده اللي حصل بالفعل ان شاء الله. شايف ايه اللي هيحصل النهارده؟ المبلغ المالي يا استاذ علي توجه له برساله من الناحيه الانسانيه انه لازم ياخد باله من انفعالاته وما يندفعش، لانه اي حد فينا مهم في المجتمع او ذو حيثيه لازم ياخد باله من تصرفاته، فهو لسه شاب طالع في بدايه حياته، فان شاء الله يبقى في ضبط نفس في الايام الجايه وربنا يصلح حاله ان شاء الله ويوفقه. هو انا طبيعي جدا اي محامي بيدافع عن موكله، ويعني الاستاذ محمد عثمان هو زميله واستاذنا وفوق دماغي مصمم على البراءه لامام، يعني هو برغم الصلح ولكن بيطلب اصليا من المحكمه الموقره ان امام يطلع بريء من هذه التهمه، واحنا صممنا على ان الدعوه تنقضي بالصلح. طيب شايف الاجراءات اللي هتتم النهارده ايه هي؟ هكمل كلامي. طيب ان شاء الله الدعوه تنقضي بالصلح باذن الله. احنا تصالحنا بعد ان حصلنا على حكم، يعني احنا حسينا ان احنا كده خدنا حقنا، وبالتالي تصالحنا من اجل السلام والحب ومن اجل التصالح. تصالحنا، ولكن عبد الله بالفعل حصل على حقوقه كامله، اهمها رد الاعتبار والحق الادبي، ومن ثم الحق المالي، تعويض رضائي، يعني تعويض ارتضوا بيه الطرفين بينهم وبين بعض. المبلغ كام؟ يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر يعني. تمام، يعني كده مفيش اي اتهام موجه من حضرتك لامام تاني تم التنازل بالكامل؟ في هذه القضيه مفيش اي حاجه، يعني في هذه القضيه انتهت. تمام. هيعزمنا على الغداء واحنا هنعزمه على الغداء، خلاص يعني مفيش حاجه يا جماعه، اي اثنين بيتصالحوا خلاص قصه خلصت. انا بالنسبه لي بحب المكرونه البشاميل. اتفضلوا معايا. ايه؟ امام عاشور ركز في مستقبلك، ركز في ناديك، ركز مع المنتخب الوطني. يفضل بلاش اي تصريحات على السوشيال ميديا زي ما اداره الاهلي المحترمه قالت. امام عاشور الفتره الجايه ان شاء الله ربنا يوفقه، واحنا كلنا بنتمنى اي لاعب ربنا يكرمه ويركز في الملعب علشان منتخب مصر في النهايه سواء اهلي او زمالك. فوق دماغي. امام عاشور عنده قضيه ديسمبر يا معلم. تفاصيل جلحه الصلح عشان ما عادش الكلام تاني. تفاصيل جلسه الصلح، صديق ليا رجل اعمال، صديق ليا وصديق لامام عاشور، صديق مشترك ما بيننا، كلمني يوم الحكم، فضلنا نتكلم مع بعض بالساعات وتوصلنا في النهايه الى الصلح. التقيت